الاكله اللي غادي تهنيك من الشروط ديال الوليدات في الدخول المدرسي هذا هي الرز بالبيشاميل والدجاج. تتجي من اروع ما يكون. تناخذوا الرز ديالنا الكميه اللي عندنا تنضيفوا ليها الدوبل ديالها ديال الماء ومليحه وشويه ديال الوراق الرند باش نسمو ونخليوها على نار مهيله حتى تولي على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. من الاحسن خذوا شي رز نوعيه جيده باش ما يتعجنش. غادي ناخذوا صدوره ديال الدجاج، تنضيفوا ليهم مليحه وشويه ديال الزيت ونخليوهم يطيبوا حتى هما تنطيبوهم على المهل باش تيجيو فتيين. بالنسبه للتوابل انا درت توابل ديال الدجاج، ممكن ديروا ضمات البنه وشويه ديال البزار. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نديرو في هاد مع الدجاج. تنخليهم يطيبوا كي قلت لكم على المهل، راهم طالقين داك الماء ديالهم كما تتشوفوا، ما تنضيفوا ليهم لا ماء لا حتى شي حاجه، تنخليهم يطيبوا غير بوحدهم. صافي من بعد ما يطيبوا تنحيدوهم، تنطرفوهم على جنب وتناخذوا داك الماء اللي بقى لينا ديال ديك لاصوص تنضيفوا ليه معلقه ديال الزبده. بالنسبه للعطريه راها كاينه فيه. تنضيفوا الدقيق، معلقه كبيره ديال الدقيق، وتنبقاو نحركوا باش غنصاوبوا داك البيشاميل ديالنا. في الاول تنحركوا داك الدقيق حتى تيطيب لينا شويه، عاد تنضيفوا الحليب. تناخذوا داك تنضيفوا الحليب وتنحركوا حتى تيعقد. الكميه اللي عندكم ديال الحليب، سواء انا درت نص لتر ديال الحليب، نتوما ممكن ديروا اكثر على حسب الكميه ديال الرز اللي درتو. تناخذوا داك الدجاج ديالنا تنقطعوه على هذا الشكل هذا، ممكن تقطعوه مربعات صغار، ممكن تخليوه هكا كبير، لكم الاختيار. تنضيفوه على ديك لاصوص بيشاميل كما تتشوفوا وتنبقاو نحركوا باش داك الدجاج ديالنا يتشرب بديك لاصوص وتيجي حتى هو بنين، حتى هو راه اصلا بنين حيت طاب في ديك المريقه. ومن بعد لاله تنقدموه بالصحه والراحه. تناخذوا الطبيصله ديالنا، سواء بينا نقدموه فرديين ولا طبسيل كبير، تناخذوا وتنضيفوا عليه داك لاصوص من الفوق. وراكم عارفين كل واحد تيزين بالطريقه ديالو، انا حطيته هكاك عشوائي يعني غير خويته عليه من الفوق. بغيتو تاخذوا شي طبيسيل وديروا الرز بوحدو ولاصوص بوحدها، حتى هو تيجي مزيان. المهم راه الاكله تجي زوينه وتيحبوها الوليدات. جربوها راه ما غاديش تندموا، وبصحه والراحه. ما تنسونيش بالمتابعه.